الله الرحمن الرحيم. نشرة اليوم 17/8/2024. حملة إزالة مكبرة بمنطقة المراغي بقيادة سيادة المحافظ ومعالي مدير أمن الإسكندرية. شارع البكاتوشي بالمراغي يعني زي ما بيقولوها كده أحبية الثراء، عايز أبني وعايز نطلع بدون في المخالفة. زي ما حضراتكم شايفين دول برجين جنب بعض بالظبط، طلعوا بمساحات عالية جدا، وطبعا مفيش تصريح بكده. فالنهارده هيتم الإزالة من الدور الثالث إلى الأعلى إلى النهاية. وصول سيادة محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد إلى موقع الإزالة بشارع البكاتوشي بالمراغي. تنفيذا للقانون ولفرض هيبة الدولة على أراضيها، محافظ الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة مباني مخالفة وداهمة الخطورة بنطاق حي منتزه أول الإسكندرية في 17 أغسطس 2024، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وحفاظا على حقوق الدولة وفرض هيبتها. قاد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم حملة مكبرة لتنفيذ 33 قرار إزالة، وذلك لأربعة عقارات مخالفة بالكامل نظرا لكونها تعرض حياة المواطنين للخطر ولتعديها على الأراضي الزراعية بنطاق حي منتزه أول بحضور اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية المعنية. بدأت الحملة بتنفيذ قرار إزالة العقار الكائن بشارع البكاتوشي العمومي المكون من 11 طابق والواقع على مساحة تقدر بنحو 220 متر، وقد صدر العقار 8 قرارات إزالة. ثم توجهت الحملة لتنفيذ الإزالة بالعقار الثاني خلف شارع البيارة المكون من أرضي و8 طوابق، حيث صدر العقار 6 قرارات إزالة. كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بالعقار الثالث المكون من أرضي و9 طوابق بالشارع ذاته. ثم امتدت الإزالة لتشمل العقار الرابع المكون من أرضي و4 طوابق، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بالعقار الرابع بشارع البكاتوشي العمومي. وقد جاءت أعمال الإزالة إرضاء للمواطنين من أهالي المنطقة وسط تكرار استغاثاتهم بضرورة تطبيق القانون وتنفيذ إزالة العقارات المخالفة نظرا لما تمثله من خطورة داهمة على أرواحهم.
هذا وقد كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية كافة الأجهزة المعنية بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة ورصد المباني المخالفة مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود تعديات جديدة على أي من أملاك الدولة وكذا الأراضي الزراعية بنطاق محافظة الإسكندرية تحت أي مسمى. هذا البرنامج برعاية يا مالك في ايه؟ كان حوار قوي قوي، بعدين شغل زي ما انت شايف من 10 الصبح ما ارتحناش. بس كان حوار كريم ما شاء الله، انت سنته في حاجات كويسه. تحب اعمل لك معاه مداخله المره الجايه ولا ايه رايك؟ بقول لك ايه يا ايمن، سيبني لحسن انا دماغي بقت بالونه. عارف حلك لسه واحد شارع. يابا جميل قوي الشاي ده يا ايمن. جايب لك خلطه خاصه مش موجوده حتى في المصر العربيه. خلطة ايه ده؟ المصريين هيحبوه. اسمه ايه الشاي ده؟ ده جايبينه من الغابات الافريقيه من قلب تنزانيا. تنزانيا دي احنا عملنا فيها سات جوليوس نيري، يا سلام. بس برضه ما قلتليش اسمه ايه؟ الشركه اللي بتسميه شركه جرين افريقيا. والله روعه. بس برضه يا عم الحاج اسمه ايه؟ انا مش عايز اعرف كل المعلومات دي. اسمه شاي الموارد هيعجبك. شاي المواكب على ضمانتي. اختتم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق خالد أحمد حسن سعيد محافظ الإسكندرية جولتهما بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة الإسكندرية من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتفقد مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول 4.4 كيلومتر، يرافقهما الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وكذلك اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي. ويذكر أنها تجول كل من معالي وزير الإسكان ومعالي الوزير محافظ الإسكندرية بمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، واستمع إلى شرح تفصيلي من اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حيث أوضح أنه يتم توسيع الكورنيش على مرحلتين، أولاهما تشمل توسعة طريق الكورنيش ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، والمرحلة الثانية إنشاء أنفاق للمشاة وبوابات الدخول والخروج، وكذلك دورات المياه للمصيفين على شاطئ البحر، وقد تم الانتهاء منها في يونيو الماضي بداية من موسم الصيف. وتشمل أيضا المرحلة الثانية تنفيذ أعمال كوبري محمد نجيب للسيارات وأعمال التشطيب لباقي مكونات المشروع، وسيتم البدء في تنفيذها في شهر أكتوبر نهاية الموسم الصيفي. ومن الجدير بالذكر أن المرحوم اللواء بطل عمليات المخابرات الشهير الذي كان محافظا للإسكندرية من العام 96 إلى العام 2006 هو أول من قام بتوسيع هذا الكورنيش بشكل كبير، وقام بتوسيعه بدل من حارة يمنى وأخرى يسرى إلى 3 حارات يمين و3 حارات يسار. ويذكر أن الذي يقوم به الآن سيادة محافظ الإسكندرية هو إتباع لمشروعات التوسعة منذ العام الماضي على يد اللواء محمد الشريف، والذي بدأ بها واستلمها معالي الفريق أحمد خالد سعيد
معالي القائد السابق للقوات البحرية، والذي يرى بالإسكندرية طموحا واسعا وتجولا منشودا به النجاح ليرى فيها مستقبل مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط. وأكد المهندس شريف الشربيني أهمية مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية نظرا لمكانتها التاريخية وكونها الثاني أكبر تجمع حضري في مصر بعد القاهرة ومقصدا للسائحين من أنحاء الجمهورية، مشددا على سرعة إنجاز الأعمال والتأكيد على الالتزام بإجراء السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وكذلك المواطنين. هذا البرنامج برعاية يا مالك في ايه؟ كان حوار قوي قوي، بعدين شغل زي ما انت شايف من 10 الصبح ما ارتحناش. بس كان حوار جريء ما شاء الله، انت زنقت في حتت كويسه. تحب اعمل لك معاه مداخله المره الجايه ولا ايه رايك؟ بقول لك ايه يا ايمن، سيبني لحسن انا دماغي بقت بالونه. عارف قال لك ايه؟ واحد شارع. يابا جميل قوي الشاي ده يا ايمن. جايب لك خلطه خاصه مش موجوده حتى في المركز العربي. خلطة ايه ده؟ المصريين هيحبوه. اسمه ايه الشاي ده؟ ده جايبينه من الغابات الافريقيه من قلب تنزانيا. تنزانيا دي احنا عملنا فيها استاذ جوليوس نيري، يا سلام. بس برضه ما قلتليش اسمه ايه؟ الشركه اللي بتجيبه شركه جرين افريقيا. الله روعه. بس برضه يا عم الحاج اسمه ايه؟ انا مش عايز اعرف كل المعلومات دي. اسمه شاي الموارد هناك. شاي الموادي على ضمانتي. معانا المواطن فندم ايمن معاك يا فندم ايمن طربوش يا فندم. انا عندي مشكله كبيره جدا، يا ريت المحافظ وحي المنتزه يقفوا معانا. انا تمام. عندي ايه شقة المشكله فندم، اللي حضرتك ممكن انا تقولها عندي لنا؟ شقه دور ارضي مم. يعني شاريها من حوالي 8 سنين ومقفوله. تمام. لقيت مره واحده بلطجي واقف على الرصيف ومش عارف افتح الشبابيك منه، بيبيع خضار وفاكهه وبيهددني ان انا ده لقمه عيشي وانت مش هتفتح الشقه دي. يا عم انا عاوز النهارده اقعد في الشقه، مش عارف اقعد في الشقه ولا عارف افتح شبابيك، وبيبلطج على الناس كلها ومش عارفين نعمل معاه اي حاجه. يعني شغل بلطجة على المكان يا وبيحاولوا فندم، يفرضوا وإيجار سيطرتهم. طريق. انا مم. شقتي دور ارضي واخده ناصيه وانا مش عارف افتحها. الشبابيك كلها خضار وريحه وحشه جدا، وبالليل بيسهروا وبيشربوا حاجات كده غريبه، وانا صراحه مش عارف اعمل اي حاجه. وبناشد مفيش. يا فندم مدير الامن والمحافظ ان هو يقف يعملوا اي حاجه، يغيثونا. احنا تعبنا صراحه. طب هو المكان فين بالظبط؟ المكان فين بالظبط عشان الناس شارع يا بس فندم الشهيد عبد الله عبد المحسن اللي هو قدام محفظه مطروح جمال عبد الناصر سيدي بشر. تمام بصراحه يا تمام. فندم الناس اللي هم البائعين الجليل مبوظين الدنيا. ما مم. بقاش شارع بقى، فبس عباره عن سوق، والناس تعبت الصراحه. الناس مفيش كلها تعبت الصراحه. يعني مفيش اي مجال ان الناس تعدي، والمواطنين طبعا متضايقين والكلام ده مفيش كله اي هناك. حاجه يا فندم. تعبنا مم. غير المخدرات بالليل، في ناس بتشرب مخدرات مش عارفين نعمل اي حاجه. مفيش اي حتى وبتتحول بوادر الشارع او ان هم مثلا شايفين يتفاهموا او اي حاجه انا والكلام ما ده اعرفش كله. انزل ولادي، فاهم انت بالليل يعني ما ما حدش اعرفش. يتكلم معاهم طب يا فندم، ولا حد قال لهم مثلا يا كده ما فندم ينفعش؟ بلطجه يا فندم، بلطجه وهو مسجل خطر. هو راجل كمان. مسجل خطر، الناس خايفه منه. واخدين الحاجه فرده وفتوه وعنوانه يعني كده. اسمه وحيد وهو مسجل خطر، كل شويه يخش السجن وعامل بقى الكلام ده. احنا مش عارفين نعمل ايه صراحه. مفيش اي حتى فارد فرد على الشارع وفارد مش وكل واخدين مساحه الأماكن كبيره طبعا بتاعته. تحت المكان. يا فندم شماسي وحاجات. انا صورت حضرتك الحاجه يا فندم، مش عارف افتح معانا الصور، هي موجوده. نعرضها للمشاهدين. يعني احنا بلد القانون وبلد الديمقراطيه ورئيس عبد الفتاح السيسي. يعني المفروض يعني المواطن رقم واحد عنده، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. يا ريت بنشر المسؤولين يعملوا اي حاجه. احنا تعبنا صراحه. تمام يا فندم، ان شاء الله باذن الله نلاقوا حل للمشكله بتاعت حضرتك، ونستغيث بالمحافظ استاذ احمد حسن خالد، اللي هو احمد حسن خالد، ان شاء الله يحل لنا المشكله. ما بيتاخرش عن اي مواطن، ان شاء الله باذن الله يكون في حل للمشكله دي، ويكون حل رادع لهؤلاء المجرمين اللي بيحاولوا ان هم يستولوا على الشوارع المفروض الملك للدوله والملك للمواطنين. وان شاء الله باذن الله نجد حل ليها. الف شكر لحضرتك، وان شاء الله باذن الله نحل المشكله دي في اقرب وقت ممكن باذن الله. الف شكر يا فندم. نورتنا يا فندم، نورتنا، وان شاء الله باذن الله حل المشكله باذن الله.